في واحدة بتحكي وتقول: كنت بكلم واحد بقالنا كام شهر، كل الكلام عادي جدا ومحترم، بس بدأ يرمي كلام كده على إنه ناوي يتقدم لي. أنا وقتها ما كنتش مخططة للجواز خالص، بس حسيت إنه جد وشخصيته عجباني، فقلت أدي الموضوع فرصة. بعد كام يوم كلمني وقال لي إنه جاي يتقدم رسمي. اتوترت جدا، بس وافقت، وفعلا جه هو ووالدته وقعدنا الرؤية الشرعية والكلام كله تمام. بعد ما مشيوا، والدتي دخلت عليا بتضحك وقالت لي: هو ده اللي كنتي بتكلميه بقالك شهور؟ قلت لها: أيوة، ليه؟ قالت لي: ده اسمه أحمد مش كده؟ قلت لها: آه. قالت لي: طب واللي انتي بتكلميه اسمه محمود؟ أنا ساعتها وشي قلب أبيض وقلبي وقع، وفضلت أعيد في الرسايل والمكالمات، واكتشفت إن الرقم اللي كنت بكلمه مش رقم العريس أصلا. البنت حرفيا كانت بتتكلم مع محمود واتخطبت لأحمد. فضلت يومين مش عارفة أتصرف، بس قلت مش مهم، أحمد محترم وارتحت له، يبقى ده الخير. بس محمود اللي كنت بكلمه بعت لي بعدها رسالة بيقول لي: مبروك يا عروسة، كنت بتتدربي عليا ولا إيه؟ لو كنت مكاني كنت هتقول لمين آسف؟ لمحمود ولا لأحمد ولا لنفسك؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان لسه عندنا قصص دماغها لولبي.